الزمالك الزمالك بقى شيء محير يا جماعه. يعني حسين لبيب فين وبيعمل ايه؟ والمشاكل والقضايا والكم الهائل من اللعيبه اللي انت جبتها، حتى جون ادوارد يوم حسابه قرب. اللعيبه دي جت دي كلها هتمشيها ازاي؟ هتسوقها ازاي؟ هتجيب لعيبه غيرها ازاي؟ ومين اللي هيجيب لعيبه ومين العين اللي هتشوف؟ نادي الزمالك في ورطه كبيره جدا، بدون رئيس نادي يا جماعه وبدون رجال اعمال. يمكن ممدوح عباس بيتحكم في النادي، وانا مش مع ممدوح ولا مع مرتضى ولا مع حسين، انا مع الشعار ومع الكيان. نادي الزمالك انا اهم حاجه نتمنى ان في شخصيه قياديه، رجل اعمال ناجح يقدر يقود نادي الزمالك الفتره الجايه، يقدر يجيب لجنه كوره فعلا تقدر بعين تقدر تجيب لعيبه فعلا يليقوا باسم نادي الزمالك. لكن اللعيبه اللي جت مع احترامي جون ادوارد يمكن بزيرة، وانا بقول برضو نجح بنسبه 50% 60%، لان اللعيب برضو بدنيا تعبان، لكن لعيب خامه طيبه. انا معاك في الجهه اليمين ولازم تكون معاه مسانده. شيكو بنزا ما فيش، ولعيب بتاع مشاكل وما اداش. اسمه ادم كايد ما فيش، عدي الدباغ 0 و100 0. اللعيبه اللي جت كلها اللي ما لعبتش، والصفقات اللي هو عمل لها اعاره. يا جماعه احنا عندنا ورطه كبيره جدا في نادي الزمالك. نادي الزمالك بالفعل المشكله مش في الفلوس، المشكله مين بيدير الفلوس، مين بيدير المنظومه، مين بيغرقك. وعايزين نفسي يبقى في قانون يتحط ان اي رئيس نادي اول ما يجي يمسك النادي يبقى النادي مع بورق رسمي مديونياتك كام وعليك كام وليك كام، عشان وقت ما تمشي لازم تتحاسب وتدفع جزء من الفاتوره اللي انت عملتها على نادي الزمالك. لكن نبقى حسين لبيب يجي يمسك يودي النادي في كارثه، يورط النادي بالمليارات ويمشي ويعمل صفقات ويجيب يودي باسم نادي الزمالك، ونادي الزمالك هو اللي غرقان. بالله عليكم ده يرضيكم؟